إن أعلنت تضامنك مع فلسطين وغزة هذه الأيام فأنت في مأزق كبير. هذا ما يبدو الوضع عليه في كثير من الدول الأوروبية التي يتم فيها حاليا شيطنة كل من يغرد خارج سرب مساندة إسرائيل. هذا نصير مزراوي. نصير أحد نجوم المنتخب المغربي في المونديال الأخير بقطر، هو أيضا مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني. قرر أن يعلن رأيه الحر ببساطة في فضاء حر كما يفترض أن يكون، حسابه على إنستغرام، وفي بلد يروج مبادئ حرية التعبير كما يفترض أيضا، هو ألمانيا. لكن ما لم يضر في خلده وربما دار أن يتحول منشور صغير فيه موقف حر إلى تهمة يطالب بسببها بالاعتذار وحتى الاستقالة والخروج من الفريق. بل هناك من ذهب بعيدا واتهمه بدعم الإرهاب وضرورة طردهم من ألمانيا. طيب ماذا قال مزراوي يا ترى حتى يتم شيطنة الرجل بهذه الطريقة؟ طيب هذا هو دليل الجريمة بحسب المتهمين. مقطع صغير في إنستغرام يحتوي على صورة للقدس مع آية قرآنية تعبر عن تعاطفه مع الفلسطينيين ودعمه لهم. رأيه. الإعلام الألماني شن هجوما شرسا على مزراوي بسبب هذا الرأي وهذا المنشور. هنا مثلا صحيفة بيلد الألمانية تعلق: أنصار الإرهاب فوق الملعب إنه أمر لا يطاق، ثم تطلب من اللاعب شرح ترحيبه بشعار الكراهية وتشير إلى عدم تمكنه من اللعب في ألمانيا. بالأحرى هي تحذر وتهدد إذا رفض الابتعاد عما تسميه هذا الخطاب. فريق بايرن ميونخ الألماني من جهته أكد أنه تواصل مع مدافعه المغربي نصير مزراوي المتواجد حاليا مع منتخب أسود الأطلس، حيث شارك كما نعلم في مباراة ودية أمام ساحل العاج ويستعد لمواجهة ليبيريا. لكن البافاري لم يكشف عن تفاصيل المحادثة مع مدافع أياكس أمستردام سابقا. وأضاف النادي في بيان له: من المقرر إجراء محادثة شخصية مفصلة بين اللاعب وإدارة النادي في ميونخ. بيان البايرن أكد أيضا أن الجميع بما في ذلك كافة الموظفين واللاعبين يعرفون القيم التي يساندها بايرن. لقد أعربنا عن ذلك بشكل علني مباشرة عقب الهجوم الإرهابي على إسرائيل. يضيف البايرن: نكترث بأصدقائنا في إسرائيل ونقف إلى جانبهم، وفي نفس الوقت نأمل أن يعم التعايش السلمي على الجميع في الشرق الأوسط. طبعا هذا كلام بايرن ميونخ. الموضوع لم يتوقف عند هذا الحد، بل هناك في ألمانيا من طالب بطرد الرجل من الفريق، كما هو الحال بالنسبة للسياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والنائب في البرلمان الألماني يوهانس شتايغر، الذي غرد قائلا: عزيزي نادي بايرن ميونخ، من فضلكم اطردوه على الفور. بالإضافة إلى ذلك يجب استخدام جميع خيارات الدولة لطرده من ألمانيا. مزراوي لم يسكت، عاد ليعبر عن موقفه بعد الجدل الذي أثاره منشور. ونقل موقع أفريك فوت الاثنين تصريحات جديدة للنجم المغربي الذي قال كالتالي: أود أن أقول إنه من المخيب للآمال أن أضطر لشرح ما أفكر فيه. هناك حالة يتم فيها قتل الآلاف من الأبرياء. موقفي هو أنني سأعمل من أجل السلام والعدالة في هذا العالم، وهذا يعني أنني سأظل دائما ضد كل أنواع الإرهاب والكراهية والعنف، وهذا شيء سأدعمه دائما. من جهة أخرى أطلق نشطاء مغاربة حملة تضامن كبيرة مع لاعب المنتخب المغربي وبايرن ميونخ نصير مزراوي بعد الحملة الكبيرة التي شنت ضده في ألمانيا بعد إعلانه التضامن مع ضحايا القصف الإسرائيلي بقطاع غزة. مزراوي بالمناسبة ليس النجم المغربي الوحيد الذي عبر عن دعمه لغزة في مواجهتها للعدوان الإسرائيلي، فقد عبر عن ذلك أيضا مجموعة من نجوم المنتخب المغربي مثل حكيم زياش لاعب غالاتا سراي التركي، عبد الحميد الصابري المحترف السابق في الدوري الألماني والمحترف حاليا في نادي الفيحاء السعودي، وأيضا زكريا أبو خلال في اليمين لاعب نادي تولوز الفرنسي.